فيلمنا النهاردة من أكتر أفلام التشويق والإثارة، ولازم تركزوا معايا وبلاش تتوقعوا الأحداث لأنها أحداث غير متوقعة وكلها مفاجآت. بيبدأ الفيلم مع روك ضابط الشرطة ودكتورة نفسية وهي بتقوله بتفكر في إيه، فبيقول لها روك إن هو بيفكر في اليوم اللي اتخطفت فيه بنته وإن هو متضايق إنه مقدرش يعمل لها أي حاجة. وصاحبه نيكس بعتله رسالة بيقوله فيه تهديد جالهم بإن في صندوق رقم 23 في بنك هيتسرق، وإن كمان في صندوقين اتسرقوا من فرعين مختلفين من نفس البنك الأسبوع ده. وبيروح روك لعربية المراقبة اللي جنب البنك علشان يراقب الوضع، وبيشوف راجل لابس بدلة اسمه دين وفي واحدة بتقعد جنبه وبياخد منها ولاعة، وبيقول لها دين الجو حر جدا النهاردة. وبيقوم يروح لأمن البنك وبيقول لهم الشمس حامية أوي النهاردة وبيدخل البنك. فروك بيشك في الراجل وفي كلامه مع البنت والأمن وبيروح وراه للبنك، وبيلاقي الوضع طبيعي جدا ودين مش موجود. وبيقول لموظف البنك ان هو عاوز يفتح صندوق ودايع، وبينزل معاه موظف البنك لكنه ما بيلاقيش المفاتيح وبيطلع يدور عليها فوق. وبيكون روك سرق المفاتيح وبيفتح الصندوق ولقى صورة بنته وبيكون مكتوب على الصورة دور على دين. وبيدخل دين البنك وبنعرف ان هو عنده قوة خارقة وهي التحكم في عقول البشر وتنويمهم مغناطيسي. وبيدخل على موظفة الاستقبال في البنك وبيسيطر عليها وبيخليها تقفل الشيفت بتاعها. وبيدخل الاتنين موظفين الأمن بيضربوا طلقتين في الهوا جوه البنك، وبيسمع روك صوت ضرب النار وبيطلع مسدسه. وفي نفس الوقت بتدخل موظفة الاستقبال وبتاخد الصندوق رقم 23 وما بتسمعش كلام روك ولا كأنه موجود. وبيدخل أفراد الأمن يضربوا روك بالنار وبياخدوا الموظفة وبيمشوا. أما البنت اللي دين اتكلم معاها وقال لها الجو حر أوي النهاردة، قلعت هدومها وبتمشي في الشارع ولقت ماسورة مية وفضلت واقفة تحت المية. وموظفة البنك بتسوق عربية البنك وبتعمل بيها حادثة. وبيروح دين وبياخد الصندوق وبيفجر عربية البنك وبيجري وراه روك، والطلقة ما بتأثرش فيه لأنه كان لابس واقي رصاص. وبياخد روك 2 ضباط وبيطلعوا للسطح لدين لكنه بينيمهم مغناطيسي وبيقلبهم على روك، وبيقول لهم ان هو متحكم فيهم زي ما كان متحكم في اللي خطف بنته وما كانش بمزاجه. فروك طلع له صورة بنته وقال له وديتها فين. ودين عرف ان الصندوق ملوش اي فايدة وقام ناطط من على السطح وتحكم في عقل ال2 ضباط وخلاهم يقتلوا بعض. وبيكون روك قاعد بيراجع شرايط المراقبة ونيكس بيكلمه وقال له عرفنا المكان اللي رسائل التهديد اتبعتت منه، وان المكان ده طلع باسم واحدة اسمها ديانا وهي معالجة روحانية. وبيروح لها روك وبيلاقيها في جلسة مع واحد ضخم، وأول ما بتشوفه بترتبك، واللي كان معاها في الجلسة كان هيتخانق مع روك لكنه طلع استنى بره. وبيجي دين وبينيم الراجل مغناطيسي علشان يعرف يتحكم فيه. فروك بيسأل ديانا هو مين دين وبيعمل ايه وعرفت منين ان هو عاوز يسرق الصندوق. فسألته ديانا انت قبضت عليه ولا لا، فرد عليها وقال لها ان هو هرب، فقالت له يبقى لازم نمشي من هنا على طول. وبيدخل الراجل الضخم عليهم بالموتوسيكل وبيكسر الازاز وبيقول لهم مش هسيبكم في حالكم، وبيخبط دماغه في الازاز. وبيروح روك على الاسم لان ده اكتر مكان امان، وبيقول لنيكس اعرف لي مين ده وعنده سوابق ولا لا. فديانا بتقول له ولا هتعرف توصل لاي معلومه عنه. وبيفضل روك مش فاهم اي حاجه وليه الناس بتعمل كده. فبتقول له ديانا ان في ناس قدراتها معديه عقول البشر وبيقدروا عن طريق كلام معين ونبره صوت معينه ويبصوا في عينيك انهم يخلوك تنفذ اللي هم عايزينه وبينيموك مغناطيسي. وطبعا ما بيصدقش روك كلامها، ونيكس بيقول ان ده كلام مش منطقي، لكن ديانا بتطلع واحده منهم وبتقول لنيكس وهو متعصب عليها اقعد، فبيسمع كلامها. وبتقول له اعمل نفسك مسجون، فبيعيط وبيقفل القضبان ويعمل اكنه مسجون. وساعتها روك بيصدقها وبيقول لها فكيه، فبتقول له يطلع ياخد لفه بره وبتفكه. وبتقول ديانا لروك انها جربت تنومه مغناطيسي لكنها ما عرفتش لان دماغه قويه جدا. وبيظهر دين وبينيم نيكس مغناطيسي علشان يقتلهم، وبيجري نيكس عليهم بالمسدس لكن روك بيشك ان في حاجه غلط وبيضربه طلقه في رجله، لكنه برضه بيقوم وبيكون عاوز يقتلهم. فبيكلبشوا روك في الحديد لكنه بيكسر ايديه وكان عاوز يقطعها علشان يقتلهم. فبتضربوا ديانا طلقه في نص دماغه وبتورطوا هما الاتنين في قتل نيكس. وبيهرب روك وديانا وبيكونوا قاعدين على قهوه وبيدخل عليهم محقق وبيتعرف عليهم انهم هربانين، لكن ديانا بتنيمه مغناطيسي وبتوجهه في مكان عكس اللي هم هيهربوا فيه وبتخليه يدفع الحساب. وبيطلعوا بره لكنهم بيلاقوا دين في وشهم، وبيهرب روك عند السكه الحديد لكنه بيهلوس وبيشوف كل حاجه عكس ومشوشه. وفي نفس الوقت بتكون ديانا خلت المفتش يخلص على رجال الدين وبتاخد روك وبيهربوا في العربيه. وبيكون روك مع ديانا في العربيه ورايحين المكسيك، وبتقوله ان المنومين المغناطيسيين ممكن يتشكلوا في صوره اي بني ادم هم عاوزينه، لكن هو ما بيحصلش معاه كده لان صعب السيطره على عقله الباطن بسبب مشكله نفسيه عنده وهي خطف بنته. واللي مسبب له مشاكل مع المنومين المغناطيسيين انهم ما بيعرفوش يسيطروا عليه الا بدرجه ضعيفه جدا. وهم على حدود المكسيك بيوقفهم الضابط وبتعرف ان هم مطلوبين للعداله، لكن ديانا بتنيمهم مغناطيسي وبتخليهم يعدوا. وبيروحوا لواحد اسمه جيمي واللي بيكون معلم لديانا،
وبنعرف منه ان في حاجة اسمها مشروع دين، وان المشروع ده بيسيطر على كل المنومين، علشان كده سرقوا دين ومسحوا دماغه علشان لو اي حد سأله ما يكونش عارف اي حاجة، وانه كان سايب لنفسه علامات في اماكن مختلفة علشان ترجع له قوته. ومن شهر ونص ابتدت ترجع له الذاكرة، وان الحاجات اللي هو سايبها زي صورة بنت روك، وان هو لو لقاها هيستعيد كل قوته. وبيطلع روك الصورة من جيبه بكل سذاجة وبيقول له جيمي هاتها، لكن ديانا بتشك فيه وبيطلع ان دين متجسد في صورة جيمي وبيتحول علشان ياخد الصورة. لكن روك وديانا بيهربوا وبيركبوا الموتوسيكل، وبيكون دين حول كل اهالي المنطقة ضدهم وبيجروا وراهم. وبيتشوش روك وبيجيله حالة الهلوسة من تاني، وانه شايف كل حاجة بالعكس، وبيلاقي نفسه قدام دين، وبيكون البوليس جه علشان يفض الاشتباك لكن بيحولهم دين معاه، وبيحاول يأثر على روك وينيمه مغناطيسي لكنه بيقاوم، وبيقلب الضباط وبيحولهم على دين، وبيكتشف روك قدرته ان هو كمان يقدر ينيم الناس، وبيروح لواحد هاكر بيقدر يهكر اي حد ويبحث عن اسمه، وبيلاقي ان هو ظابط بقاله 12 سنة وبيدور على اي حد من اسماء عيلته لكنه ما بيلاقيش حاجة. ولما نلاقي اسم مراته طلعت شغالة معاهم في المشروع ومكانها مجهول، وبتواسيه ديانا بالكلام وبتدخل تاخد دش، وبتيجي مكالمة لروك وبيطلع دين وبيأمره ان هو يقتل ديانا لكنه بيرمي المسدس وما بيأثرش عليه بالكلام، لكنه مرة واحدة بيلاقي في ايديه مقص وبينادي على ديانا من باب الحمام وبيحاول يمنع نفسه ويرمي المقص، لكن ديانا بتحس ان في حاجة غلط وبتقول له انت في حد كلمك في التليفون، وبيلاقي المقص في ايديه من تاني ومش قادر يمنع نفسه من انه يقتلها، لكن بتبصله ديانا وبتكلمه بهدوء وبتاخد منه المقص وبترميه. فاستناهم روك لما نام وخد الهارد اللي عليه قاعدة البيانات ودور على اسم ديانا ولقى ان اسمها الحقيقي هو نفس اسم مراته، وبيكتشف انها عميلة في المشروع من الدرجة الرابعة، وبدأ يبص في الصورة اللي معاه في الموبايل وبتتحول صورة مراته لصورة ديانا، وقام دور على اسم بنته ولقى انها بنت 2 من المنومين، وانها عندها قدرة خارقة ومحدش يقدر يقف قدامها، وان اسمها هو نفس اسم المشروع دينامو، وان روك كان فاكر ان بنته مخطوفة ولكن طلع هو اللي مخبيها علشان يحميها من البرنامج اللي عايز يدربها ويخليها اقوى منومة مغناطيسية في العالم. وبعدين روك بتتغير طريقة كلامه ونبرة صوته، وبيقول لديانا كان لازم اعمل كده علشان اقدر احميها منكم. وهنا عزيزي المشاهد بتكون اكبر مفاجآت الفيلم، لان كل اللي انا حكيته واللي كان بيحصل لروك ده مسرحية، وان كل اللي كان بيشوفه ده من افراد المشروع، وان محدش مات حتى نيكس ما ماتش، وبيقول له ان مسح كل المعلومات من دماغه من 4 سنين وبيطلع دين هو رئيس المشروع، وان صورة بنته دي كانت دليل روك كان عامله علشان تفكروا بحاجة وهو الوحيد اللي عارف ده ايه، وعارف انهم كانوا عاوزين يعرفوا مكان بنته ودخلوه في الوهم ده كله، وعارف ان هو ظابط وان بنته اتخطفت، وان كل الاحداث دي علشان يجبروا عقله انه يقول لهم على مكان بنته، وانهم حاولوا معاه 12 مرة قبل كده وكل الاماكن اللي بيروحها دي كانت ماكيت، لكن روك كل مرة بيكتشف ثغرة وبيكتشف امرهم وبيفشلوا، وبيقول لهم روك ان هو مش موافق، وبيقول لهم كمان ما تحاولوش للمرة ال13 علشان مش هتعرفوا توصلوا لأي حاجة، وبيوصلوه بجهاز وبيمسحوا كل دماغه وبيعيشوه في الوهم من تاني ان هو قدام دكتورة نفسية وبيسترجع ذكريات خطف بنته، لكن المرة دي بيكون عارف كل حاجة وكان بيسيرهم في كل اللي هم بيعملوه لحد ما جت لحظة ان هو يطلع من العربية، وبيركب روك العربية ومحدش بيقدر يأثر عليه ولا يمسكه، وبيكون نيكس عارف من مذكرات روك ان هو فك الشفرة بتاعت الصورة، وانه عرف مكان بنته وراح روك على هناك، وان هناك لقى ابوه وامه، وانه سايب بنته في المكان ده من 4 سنين، وبيكونوا افراد المشروع بيطردوهم واول ما بيدخلوا بيقتلوا ابوه وامه، وبيقول روك لمراته ان ده عمره ما كان اسلوبك وده مش انتي، وان انتي كنت عايزة تحمي بنتنا منهم لكنهم اثروا على عقلك، وطلعت بنتها وقالت لها انا هخلصك منهم ومن السيطرة دي، ودين بيكتشف ان كل اللي هو فيه ده وهم، وان بنت روك هي اللي عاملة كل ده وقدرت تتحكم فيهم كلهم، وابتدوا يقتلوا في بعض كلهم واحد ورا التاني، وان الوحيد المتحكم في نفسه هو دين، وطلع ابو روك وامه عايشين ولسه ما ماتوش وكل ده كان وهم. وقامت دومينيك بنت روك بص لرئيس العصابه بصه شديده وقام مفرغ خزنه المسدس كله في نفسه، وخلت دومينيك امها تفتكر كل حاجه وانها كانت خايفه عليها، وكانوا عارفين ان كل ده مش هيحصل غير لما دومينيك تكبر، وانهم بكده يقدروا يجمعوا افراد المشروع كلهم ويخلصوا عليهم، وان الطريقه الوحيده انهم يدوا مساحه لبنتهم تكبر وانهم يمسحوا ذاكرتها بنفسهم علشان محدش يقدر يعرف مكان بنتهم ويحموها. لكن الفيلم ما انتهاش على كده، كل العيله جايه تمشي وبيقول لهم ابو روك روحوا انتوا وانا هاجيلكوا، وبيطلع ان دين كان متجسد في صوره ابو روك وان هو ما ماتش ولا حاجه، وبيطلع اللي مات هو ابو روك الحقيقي. وهنا بيكون خلص فيلمنا على كده. لو عجبك الفيلم ما تنساش اللايك والشير، وسيب لنا رايكم في الكومنتات وقولوا لنا ايه الافلام اللي حابين نلخصها لكم.